اللي هاجي بس يبص لها بصه كده هناكله هنقطعه. فانتوا يا مصريين يا الاول النمبر 1 ان احنا نكون عدوك يا مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخباركم ايه؟ يا رب يبقى بخير كل يا رب اللي يسمعنا. يا رب الفيديو بتاعنا يعجب. الفيديو النهارده بتاعنا يا جماعه مختلف شويه. سمعت حاجه كده الترندات اللي هي طالعه اليومين دول اللي يعني لاخواتنا السودانيين. ما احنا المصريين جدعان قوي في اي مكان وبيسدوا في اي مكان ولله الحمد ده من فضل ربنا عليه. مصر ربنا يحفظها يا رب، ارحم الراحمين ويكفاها من شر العين الحاسدين. وربنا يحفظنا جميعا يا رب ويحفظ شعبنا ويحفظ حكومتنا يا ارحم الراحمين يا رب العرش العظيم. الشعب المصري انا اعرف ناس كتير جدا واعرف ناس بلاد كتير، بس انا اقول لك يعني البلاد كلها عربيه كويسه. الشعب المصري يعني يعتبر احسن شعب. الشعب المصري جدع رجوله كريم في كل المجدعات. الشعب المصري ده يعني في كل حاجه حلوه. ليه الغلط؟ ليه الغلط؟ احنا يعني احنا معانا اخوات سودانيين عايشين معانا واحد وبناكل ونشرب مع بعضين. ليه ناس تانية تطلع تشوف في المصريين؟ المصريين مش وحشين، المصريين بتفتح ابوابها لكل الناس، ما بتقفلش بقى في وشك. خبط على اي واحد مصري الليل قبل النهار هيفتح لك ويقول لك اتفضل وهيكرمك، ولو في شده هيقف معاك، ولو في خناقه هيقف معاك. ليه الغلط؟ ليه احنا ليه انتوا بتغلطوا فينا؟ ولا احنا طيبين ومحترمين؟ ما احنا قادرين نغلط برضه، احنا فينا لسان بنعرف نرد كويس قوي. ليه الغلط؟ اللي بيحترم نفسه. وتاني اللي اسمه حمد ده اللي بيقول لك ولا مش عارفه اسمه ايه اللي بيقول لك حاجه اضرب السد العالي. تحاسب على الكلام اللي بتتكلمه. اتكلم عن مصر يا ابني. ده انت جبنا عليك حي شبر او بس جبنا اي كره من كره ايد هيخليك تعدها فلنكات. حاسب على الكلام اللي انت بتقوله. ده انت بتتكلم على مصر. مصر دي ربنا ذكرها في القران، يعني لو لفيت عمرك كله مش هتلاقي زي مصر. مصر فرحه بيتها لكل الناس، كل الدول العربيه، كل العالم. حاسب ومكلم. اوعى تفكر في كلمه مليون الف مره وانت بتتكلم عن مصر. احنا دمنا حر، نخاف على بلدنا وبنحب بلدنا، واللي هيفكر يجي يميته هناكله. ده الحريم يعني رجال الله ربنا يحفظها. لو يكفيك بقى شر الحريم مش هيسكتوا. اللي هاجي بس يبص لها بصه كده هناكله هنقطعه. يا رب يا جماعه الفيديو لو عجبكم ما تنسوش الاشتراك واللايك وصلوا على النبي قبل اي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.